في واحدة من أخطر الأزمات الكروية في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، اشتعلت الأحداث بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بعد قرار صادم بمنع السيد عبد الحفيظ من حضور جلسة الاستماع الخاصة بتسجيلات تقنية الفار. القصة بدأت بعد مباراة الأهلي والسيراميكا اللي شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً، ودفعت إدارة الأهلي للمطالبة رسمياً بسماع تسجيلات غرفة الفيديو. وبالفعل توجه وفد من النادي الأهلي إلى مقر اتحاد الكورة بقيادة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لحضور جلسة الاستماع المنتظرة. لكن المفاجأة كانت صادمة. اتحاد الكورة أبلغ الأهلي بعدم السماح لسيد عبد الحفيظ بحضور الجلسة بحجة إنه لا يمتلك الصفة الرسمية التي تخوله ذلك، وهو ما أثار غضباً كبيراً داخل النادي. الأهلي رد بشكل حاسم وأكد إن هذا القرار غير قانوني، ولا توجد لائحة تمنع حضور ممثل النادي الذي يختاره بنفسه. وتحول الموقف داخل مقر اتحاد الكورة إلى جدل حاد استمر قرابة ساعة كاملة قبل أن يغادر وفد الأهلي المكان دون عقد الجلسة. الأزمة لم تنتهي هنا، بل تصاعدت بشكل أكبر، حيث تدرس الإدارة اتخاذ خطوات رسمية جديدة للدفاع عن حقوق النادي وكشف حقيقة ما حدث داخل غرفة الفار. الرسالة أصبحت واضحة: الأهلي لن يتراجع، والتصعيد قد يستمر خلال الأيام القادمة.